خلاص النادي الاهلي في مواجهه الترجي التونسي في دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. ماتش مش سهل، مش عايز الناس تستسهل الماتش. ماتش صعب جدا قدام فرقه محترمه، فرقه الترجي التونسي عندها جمهور. هنروح نلاعب الترجي التونسي في الذهاب في الماتش في تونس، العوده هتكون في القاهره. على فكره الترجي التونسي مش فريق ضعيف، لان انا من بعد القرعه شايف الناس على السوشيال ميديا بتتكلم ان الترجي اختيار كويس وكل الكلام ده. الترجي مش في افضل حالاته، الترجي مش في افضل مواسمه، ولكن لازم تفتكر حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي برضو مش في افضل مواسمه. الترجي التونسي طلع تاني مجموعته ورا الملعب المالي ب9 نقاط. في الجانب الثاني النادي الاهلي طلع اول مجموعته برصيد 10 نقاط. 10 نقاط كانوا من مكسبين واربع تعادلات. مشكله كبيره جدا مع يستروب مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا. خلينا متفقين وخلينا بنتكلم بكل وضوح وبكل شفافيه، احنا ما اتفرجناش على الاهلي في دوري ابطال افريقيا اللهم الا ماتش شبيبه القبائل اللي كان في القاهره في الاول خالص، وماتش الختام بتاع الجيش الملكي. الاهلي لعبه كويس بس ما سجلناش والنتيجه طلعت 0-0. ماتش مش سهل. لو ان شاء الله ربنا سهل وكسبنا الترجي التونسي هنكون بعد كده في مواجهه اصعب بكتير جدا، يا اما الملعب المالي يا اما نادي صن داونز. طبعا لينا معاه حكايات طويله جدا. اتمنى طبعا الملعب المالي هو اللي يكسب الماتش ونقابل نكسب الترجي ونقابل الملعب المالي، ولكن خلينا نقول الاقرب للفوز، او التوقعات بتقول ان هيبقى الاهلي مع صن داونز في نص النهائي. مش عايزين نسبق الاحداث، عايزين نتكلم على مباراه. ماتش الاهلي والترجي التونسي هيكون صعب جدا. انا متحفظ جدا على يستروب المدير الفني للنادي الاهلي. مفيش حل للحالات الدفاعيه، بنشوف اخطاء دفاعيه بالجمله، سواء ياسر ابراهيم سواء ياسين مرعي، اللي الى حد ما في اخر ماتشين بداوا يبقى في انسجام بينهم، ويبقى في خط الدفاع تناسق. بالعمري ما بيلعبش، بيعتمد على كوكا، خصوصا في المؤتمر الصحفي الاخير تروب وجه وقال للصحفيين ان يعني شايفين ان بالعمري لعب احسن من كوكا، في نظره كده ان كوكا كان افضل من بالعمري. طبعا كل الكلام ده في الهوا، بالعمري افضل من كوكا وافضل من محمد شكري في كل الاحوال. بالعمري لازم يكون باك شمال النادي الاهلي بكل تاكيد. طبعا الاهلي هيكون استعاد زيزو، استعاد تريزيجيه، هيكون الفرقه مكتمله. مش عايزين نتكلم كتير ولا نطول عليكم، ولكن انا مش واثق بنسبه 100% في المدير الفني يستروب للنادي الاهلي. احنا معانا فرقه بملايين، احنا معانا فرقه جامده قوي، بس محتاجه مدرب يعرف يدير الماتشات الكبيره. مش اي مدرب بيعرف يدير الماتشات الكبيره، خصوصا الحاجات اللي شبه كده تكسب ولا تلعب ولكن انت في النوك اوت، خروج المغلوب. يعني مفيش غلطات، انت مش مستني غلطه، لان الغلطه هنا هيكون ثمنها مغادره دوري ابطال افريقيا للسنه الثانيه على التوالي، بغلطه برضو السنه اللي فاتت قدام صن داونز في الدقيقه الاخيره كلفتنا الخروج من دوري ابطال افريقيا. في النهايه قول لي توقعاتك للنادي الاهلي قدام الترجي، وتتمنى تقابل مين من صن داونز والملعب المالي في نص النهائي لو تاهلنا ان شاء الله، وقول لي برضو تتمنى تقابل مين في نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله في حاله صعودنا.